احنا دايما معودين حضراتكم اننا اللي بنستضيف الدكاترة، لكن الحلقة دي مختلفة، حلقة استثنائية من جميع الزوايا، لاننا في ضيافة طبيب من اهم اطباء مصر. ضيفي الاسطورة الحية، استشاري جراحة المخ والاعصاب والعمود الفقري الدكتور عوض حجاب. يعني احنا عندنا مثلا في الشرق الاوسط كله عدد معين او عدد محدود من اجهزه الجمانيف، منهم 3 في مصر. استطيع ان انا استهداف منطقه معينه عن بعد دون الدخول الى هذه المنطقه. انا سمعت ان حضرتك متعصب جدا لنادي الزمالك، فهل طبعاً. الكلام ده حقيقي ولا لا؟ طبعا طبعا الزمالك حياتي وروحي. مرض رعاش، ايه الجديد فيه؟ الاضطرابات النفسيه كالوسواس القهري، حضرتك عامل قلبان، عايزين نعرف ايه الجديد فيه. احنا بفضل الله اول ناس نكتب ان احنا مختصين في الجراحات النفسيه. يعني انا مش عاوز احكي قصه الاسبوع ده يعني ادمت قلبي والله، لانها بصراحه يعني احزنت اسرتي. شاب متزوج حديثا كل يوم ماسك السكينه ومصمم يذبح ابنه وبنته وزوجته. الوسواس عباره عن افعال قهريه غصب عنك مش بمزاجك. فرط الحركه خصوصا عند الاطفال. يعني اي حد عنده فعلا عرق حرام انك تعذب نفسك، لان في الاول وفي الاخر احنا هناخد ايه بالدنيا؟ هتاخد ايه؟ مصر السيرة لا الطيبة. شيء. هتاخد السيرة الطيبة. ربنا ينفع بعلم حضرتك وعوض ربنا عموم يحفظك يا ليه. رب.